السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايب قلبي اللي متابعين القناة، اهلا وسهلا بيكم. على دماغي طبعا مشرفيني في بداية حلقتنا النهارده. هنصلي ونسلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الحلقة دي حلقة لسه جديدة، أول مرة نعمل حلقة عن الكرة الأوروبية. وأول ما نبدأ حلقة الكرة الأوروبية لازم نتكلم عن فخر العرب كابتن محمد صلاح. كابتن محمد صلاح بيفاجئنا دايما بأرقام خيالية، يعني كل سنة ليه رقم معين، كل سنة كان بينافس ناس معينه. ما شاء الله السنه دي بينافس نفسه. طبعا انا طلعت قبل كده واتكلمت عن ان كابتن محمد صلاح الريتم بتاعه بينزل شويه. هو فعلا بينزل، يعني عمره ما هيحقق الارقام اللي حققها في تاني موسم ليه. النهارده كابتن محمد صلاح وصل للهدف رقم 85 دي مع فريق ليفربول في الدوري. رقم كويس جدا. طبعا شويه ارقام كده هنقولها مع بعض لكابتن محمد صلاح، بس في البدايه كلنا هندعو لبنت كابتن ايمن حفني، ربنا يا رب يقومها بالسلامه يا رب ويشفيها. طبعا مفيش حاجه اسمها اهلاوي، مش حاجه اسمها زملكاوي، البلد ما فيهوش الكلام دوت. كابتن ايمن حفني من الناس المحترمه جدا ومن الناس المحبوبه جدا في الوسط الرياضي. واحد حياته تقريبا اتحطمت بسبب بنته اللي هو بيحبها، يا رب يا رب يشفيها وترجع في اقرب وقت يا رب، وكابتن ايمن حفني يرجع تاني احسن من الاول. نرجع بقى تاني لموضوعنا. لو اتكلمنا عن ارقام كابتن محمد صلاح والانجاز اللي هو عامله لحد دلوقتي، وبالنسبه للارقام بتاعته انا قلت لكم في الحلقه كانت من مرتين ثلاثه في وقت التصويت ليه، ان كابتن محمد صلاح بعيد من وجهه نظري، بعيد عن جائزه ذا بيست. وطبعا فيفا نزلت اسامي اللعيبه، وللاسف كابتن محمد صلاح ما كانش فيهم، وانا رجحت ليفاندوفسكي. وطبعا ليفاندوفسكي موجود الاثنين معاه كريستيانو رونالدو وميسي. طبعا مش هنختلف عليه، ليفاندوفسكي عمل موسم ولا اروع مع بايرن ميونخ، ومن اول ما نزلوا ال11 قلت لحضراتكم ان ليفاندوفسكي هو الاقرب ليهم. نيجي بقى على ماتش النهارده ونشوف الارقام الكتير قوي. كابتن محمد صلاح بيشرفنا وبيفرجنا على حاجات نفتخر ان احنا لينا لعيب زي محمد صلاح، احنا كعرب كلنا مش كمصريين بس. طبعا كابتن محمد صلاح سجل هدف في الدقيقه 79 من ركله جزاء، بيمثل دور المنقذ. وكابتن يورجن كلوب طبعا طالع قال افلتنا من هزيمه في اول نصف ساعه على يد فولهام. للمعلومات يا جماعه، فولهام ده بينافس على الهبوط، فريق عنده 8 نقط بس، فريق ما كسبش غير ماتشين، تعادل ماتشين، خسر 8 ماتشات. يعني ده التعادل في حد ذاته بالنسبه له فوز. طبعا اول مباراه بين الفرقتين ليفربول وفولهام تنتهي بالتعادل من 14 مباراه. فولهام السنه دي طلع من الدوري ايه او اللي هو درجه ثانيه زي عندنا كده، درجه ثانيه، طلع لدوري المحترفين السنه دي، وبيقدم مباراه ولا اجمل ولا اروع قدام ليفربول، الفريق الريدز زي ما بنقولوا، المارد الاحمر. طبعا كلوب كان متفاجئ، والغيابات مأثره قوي قوي على فرقه ليفربول ومأثره على يورجن كلوب. طبعا كل ما لعيب يبان شويه تحصل له اصابه يغيب عن الملاعب، واخرهم غوتو او جوتا على حسب ما المعلق بينطق، لان في معلقين كتير، مره واحد يقول لك جوتا ومره واحد يقول لك غوتا، فاحنا مش عارفين بصراحه، هو الاسم تاه مننا شويه. طيب كابتن محمد صلاح السنه دي بيعمل رقم استثنائي، بس قبل ما نقول لك الرقم الاستثنائي تعالوا نشوف الهدف بتاعه. يلا بينا نشوف الهدف مع بعض. محمد صلاح واريولا، محمد صلاح واريولا، صلاح واريولا، صلاح عدت الكوره، عدت. طبعا هدف يدوب داخل بحب الكوره لمحمد صلاح بس مش اكتر، يعني بيلن ملوش اي معنى. مش بنتكلم ان كابتن محمد صلاح هو نفسيا، لا، اداء البيلن مش اللي هو. يعني دايما انا كان عندي تعقيب على كابتن محمد صلاح ان انت من احسن 3 لعيبه في العالم، المفروض كوره في المقص، ارضي جنب العارضه كده، يعني تمتعنا بركله الجزاء اللي انت داخل تحطها، مش انك تجيبها في نص الجون وخلاص. اتفهمت القصص ديت، يعني حاول انك تمتعنا في الكوره شبه نيمار كده مثلا. احنا كجماهير بنبقوا قاعدين مستمتعين باهداف نيمار في ركلات الجزاء للامانه، وكريستيانو رونالدو طبعا وميسي، اللعيبه دي دول تحس ان هم بيخترعوا في الهدف كده بتاع البيلن. طبعا الرقم الاستثنائي الكابتن محمد صلاح السنه دي اللي هو برضه بينافس نفسه زي ما قلنا في بدايه الحلقه، ان هو جاب 5 اهداف من اصل 6 مباريات خارج الديار، وده رقم قياسي. بينافسوا مين بقى على الرقم دوت؟ هو كابتن محمد صلاح، بس السنه اللي فاتت كابتن محمد صلاح جايب 4 اهداف بس في كام؟ في 16 مباراه. يعني السنه دي كابتن محمد صلاح بيحاول ان هو يتفوق على نفسه في المباراه ال 12. كابتن محمد صلاح تاني هدافين الدوري الانجليزي بعد طبعا كالفيرت، واللي بيعادله مين سون، هو ومين سون قد بعض.
كل منهم 10 اهداف. ان شاء الله كابتن محمد صلاح يعديه في الفتره اللي جايه. طبعا اللي اتفرج على المباراه تحس ان فيرمينيو مش عايز يجري كده شويه، وفي شويه انانيه من ساديو ماني برضو تجاه كابتن محمد صلاح، ما اعرفش ليه طبعا، وليه كابتن يورجن كلوب بيحاول ان هو يعني بيحاول يتجاهلها، ما بيحاولش ان هو يصلح ما بينهم ليه، او يحاول يقرب المسافه شويه. طبعا ليفربول كان بيميزه السنين اللي فاتت الثلاثي الهجومي، فيرمينيو صلاح ساديو ماني، كانوا متفاهمين جدا، كان ثلاثي مرعب، كان اسمه ثلاثي الرعب في ليفربول، ويمكن ده اللي خلاهم ياخدوا دوري الابطال، وده اللي خلاهم ينافسوا السنه اللي قبلها برضو على نهائي دوري الابطال امام ريال مدريد، وخلاهم ياخدوا الدوري الانجليزي هو الثلاثي الامن. يا كابتن يورجن كلوب، يعني معلش، هو ليه دايما لو كابتن محمد صلاح لعيب اوروبي كنت تلاقي كل الناس بتتكلم عن النقطه ديت. يعني كابتن محمد صلاح في التغيير في المره الاولانيه لما طلع، وانا كنت اتكلمت وقلت المفروض كابتن محمد صلاح يروح ريال مدريد مثلا، بسبب النقطه دي بالذات. جماهير انجلترا عامه وجماهير ليفربول ومانشستر حبه فوق حبه تحت زي ما بنقول. يعني اول ما اللعيب يجيب جون هو جون ومش عارف ويفضلوا اشعار بقى وحكايات. اول كابتن محمد صلاح ما اتغير الاناني اللي ما خلوش. يا دوب كابتن محمد صلاح الماتش اللي فات جاب جون وعدى جيرارد، يا دنيا بقى، وطلعوا اتكلموا كابتن محمد صلاح وجاي من اجل ان يحطم الارقام القياسيه. شوف ازاي، مع ان الماتش اللي قبل منه كان تقطيع فيه. هو الجماهير دي كده، الجماهير ديت عايزه تجيب جوان، عايزه ان انت تبقها على طول. طبعا كابتن محمد صلاح بالهدف اللي جابه النهارده يبقى جاب 85 هدف زي ما قلنا مع الريدز في 132 مباراه، وبالهدف ده بيتعادل مع اساطير ليفربول فرناندو توريس صاحب ال 85 هدف. طبعا رونالدو 84 هدف، فرناندو توريس جاب 85 هدف بس في كام بقى؟ في 212 مباراه. يعني لو قربناها كده هتلاقيها فرق حوالي 90 مباراه او 80 مباراه بينه وبين كابتن محمد صلاح. يعني كابتن محمد صلاح عادل الرقم بتاعه من 132 مباراه ل 212 مباراه. ربنا يحميك يا صلاح. وعادل الرقم برضو بتاع ايدن هازارد جاب 85 جون في 245 مباراه. يعني كابتن محمد صلاح لعب نص المباريات بتاعت ايدن هازارد عشان يحقق الاهداف اللي هو حطها ايدن هازارد، يحقق الرقم بتاعه، لعب نص مباريات. طبعا كابتن محمد صلاح اتبدل في الدقيقه 84. انا ما اعرفش سر التبديلات ديت، يمكن مثلا ان هو بيريحه شويه من الجهد اللي بيبقى عليه او الضغط اللي بيبقى عليه، بس بنشوف ان يورجن كلوب حركه مش حلوه منه، لان كابتن محمد صلاح بيكون معاه 2 مدافعين. يعني هو لو كابتن محمد صلاح اصلا ما عملش حسابه يبقى ب 10 لعيبه او ب9 لعيبه وحارس مرمى، والفرقه الثانيه فاقده 2 مدافعين مع كابتن محمد صلاح. يعني الاغلبيه ليك انت، ليه بتطلعه؟ مش فاهم، يعني حركه منه مش كويسه. طبعا يورجن كلوب طلع واتكلم وصاح وقال ان الهدف بتاع فولهام اصلا فاول لكابتن محمد صلاح. احنا شفنا طبعا الدفعه بالايد، بس في الدوري الانجليزي مفيش الكلام ده، خلاص نقطه وعدت. مش كل يوم هنقعدوا نحكوا بقى والدوري والحكام والتحكيم زي عندنا هنا، الله يبارك لهم بصراحه. يعني في مصر حاجه مختلفه جدا. طبعا بالتعادل بتاع النهارده ليفربول بيبقى فاز 7 مباريات وتعادل 4 وخسر مباراه واحده. ليفربول كده في المركز الثاني، ياتي خلف توتنهام المتصدر. طبعا ليفربول بياتي في المركز الثاني بسبب فرق الاهداف لصالح توتنهام طبعا فرق الاهداف 14، لكن ليفربول فرق الاهداف 9. طبعا هنتكلم عن الغيابات اللي موجوده في ليفربول اللي اثرت عليها بشكل سلبي جدا. يعني مثلا في الدفاع فان دايك وماتيب غاب النهارده. بنلاحظ ان بعد غياب فان دايك نادي ليفربول اتحط فيه 18 هدف، وده نسبه كبيره جدا. يعني انت في 12 مباراه اتحط فيك 18 هدف، سجل 27 هدف، فرق الاهداف 9. طبعا الرقم ده مقارنه بالسنه اللي فاتت 3 اضعاف تقريبا. يعني ليفربول السنه اللي فاتت ناهي الدوري وداخل فيه 33 هدف، ودي نسبه كبيره جدا السنه دي. 33 هدف في 38 مباراه، يعني تقريبا كل مباراه ما جاش جول. السنه دي ليفربول من 12 مباراه داخل 18 هدف، يعني اكتر من هدف في المباراه الواحده. ده تاثير فان دايك. طبعا الناس اللي بتقول الغيابات ما بتاثرش على الفرق الكبيره، لا الغيابات بتاثر، وطبعا واحد زي فان دايك. طبعا فولهام بياتي في المرتبه
انا مش عارف اقولها ازاي، هي قبل الاخيره، الرابع من تحت، بيبعد عن منطقه الهبوط بنقطتين فقط. عنده 8 نقط لان هو كسب 2 وتعادل 2. طبعا هنستعرض برضو فريق فولهام، هو مش ضغط قليل ولا حاجه يعني، ما جاتش عليه. فولهام السنه دي لعب 12 مباراه زي ما قلنا، تعادل 2 خسر 2 فاز 2 تعادل 2 خسر 8 مباريات، سجل 5 اهداف، عليه 21 هدف، ما شاء الله رقم جميل جدا. طبعا احنا كتبنا في العنوان بتاع الفيديو ان ليفربول يستغنى عن مهاجمه الذهبي. طبعا المهاجم الذهبي اللي هو صاحب ريمونتادا قدام نادي برشلونه. طبعا انتوا عرفتوا مين هو اللاعب، اوريجي هيمشي في يناير القادم من ليفربول. خلاص يعني يورجن كلوب ونادي ليفربول عزم ان هو يمشي خلاص، لان هو عنده 2 مهاجمين دلوقتي، فيرمينيو وجوتا. طبعا كابتن محمد صلاح في تنبؤات ان هو هيمشي من ليفربول، بس لحد دلوقتي الرؤيه مش باينه قوي يعني. في ناس كتير بتنصح شاكيري ان هو يمشي، لكن في اخبار طلعت من نادي ليفربول يعني ان هم متمسكين بشاكيري. طبعا طالما تمسكوا بشاكيري، هو كده كابتن محمد صلاح قتل شاكيري اصلا يعني لو جينا بصينا، لا كابتن محمد صلاح قتل شاكيري. طالما كابتن محمد صلاح موجود في الدوري الانجليزي يبقى شاكيري مش هيبقى موجود. لكن احنا بنشوف ان اداره ليفربول متمسكه بشاكيري حتى الان يعني، على الاقل. في حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا، ولو لسه ما عملتش سبسكرايب يلا بينا اعمل سبسكرايب واعمل اللايك واعمل الشير. وطبعا مستني رايكم في اداء الكره الاوروبيه عشان نعمل لكم بكره حلقه ثانيه باذن الله. هنستنى ارائكم وهنستنى عايزين نعمل ايه باذن الله بكره ومقترحاتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.